ازاي تعملي الكايزر الهش الطري القوام بتاعه متناسق في منتهى السهولة، اقتصادي سهل سريع بسيط، كل الحاجات الحلوة موجودة فيه. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصفر مميز. أتمنى تحطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويدفع على زر الجرس علشان كل ما ننزل فيديو يوصلك إشعار بيه. وأتمنى أن تشاركوا الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعمل فائدة للجميع. مبدئيا كده معانا كيلو من الدقيق زي ما انت شايفه كده في العجان او على ايدك، مفيش مشكله خالص. ما عندكيش عجان هتعجني على ايدك. معانا نص كوبايه من السكر، معانا 10 جرام من الخميره، ممكن خميره فوريه او خميره بير عادي. يعني لو خميره بير هتحطي قطعه يعني معلقه صغيره زي ما انت شايفه كده. كل الكلام ده هنحطه مع بعضه. معانا معلقه صغيره من البيكنج باودر، دي البيكنج باودر دي يا جماعة تعمل برضو على تناسق الأنسجة بتاع الكايزر من جوه. معانا معلقة خل، معلقة خل الكبيرة دي بتعمل على إن هي بتعمل تناسق في أكنها محسن خبز بالظبط، بتعمل تناسق في اللب العجينة من جوه، فبيبقى متناسق زي القطن بالظبط. معانا 4 معالق كبار من الزيت. حابة بقى تعجني بلبن ماشي، حابة تعجني بمية براحتك. احنا هنعجن مقدار الكيلو دي يا جماعة بياخد 3 كوبايات من اللبن أو 3 كوبايات من المية. اللبن يا جماعة اللي هو الحليب، انا هعجنه النهارده بلبن. حابه تحطي نص لبن ونص ميه مفيش مشكله. انا هحط الاول كوبايتين واسيب الكوبايه التالتة هضيفها تدريجيا كده مع العجين. مبدئيا كده يا جماعة الفينو أو أي معجنات خفيفة سر نجاحها في العجن بتاعها لازم تعجنيها كويس أوي. كل ما تعجنيها كويس هتاخدي هشاشة، هتاخدي طراوة، هتاخدي تناسق في القوام. ده مبدئيا في كده أي معجنات خفيفة، سواء بقى كحك الفرن سواء فينو سواء كايزر أي حاجة. فهفضل أعجنها كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده تدريجيا هضيف الكوباية التالتة. حابة تحطي كوباية ونص لبن كوباية ونص مية مفيش مشكلة خالص. في الوقت ده هسيبها ترتاح حوالي دقيقتين 2 بالظبط، علشان قوام العجينة يعرق ويعمل عرق معايا، وكمان علشان ترتاح والعجينة تطلع هشة معايا. هضيف في الوقت ده معلقتين من الزبدة. ولو ما دي اختياري يا جماعة، أنا دلوقتي طبعا عايزة أعمله إيه يبقى له طعم، هنعمله بيتي كده، فبضيف معلقتين من الزبدة. ما عندكيش زبدة ومش عايزة تضيفي زبدة، يبقى هتعملي عادي بدل 4 معالق كبار من الزيت هتضيفي تلت كوباية من الزيت. مفيش مشكلة، متفقين يعني كل حاجة يا جماعة لها بدايل. بعد كده شايفين معلقة الزبدة عملت معايا إيه؟ خلت العجينة طرية وخلتها ناعمة ازاي. ده سر معلقة الزبدة يا جماعة، بتخلي العجينة تنعمها وتخليها طرية وجميلة زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا اتعجنت كويس قوي. هسيبها تتخمر حوالي ساعة ونص. طبعا الجو برد دلوقتي، طبعا احنا مدفين اللبن، سواء هتعجني بلبن او بمية لازم تدفيه فصل الشتاء دلوقتي. بعد ما خمرت حوالي اخدت معايا حوالي ساعة ونص كده، ببدأ اقطعها. انا هقطع الكايزر القطع 50 جرام. انا جنبي ميزان كده وهوزنها 50 جرام. حابه انت بقى تخليها لحد 100 ماشي، يعني لحد 100 جرام مفيش مشكله خالص، بس متزوديش عن 100 جرام لو انت حابه علشان طبعا تبقى خفيفه معاكي. هقطعها. طبعا التقطيع ده يا جماعه بيسهل عليا، ما ينفعش لو انا حطيتها في الطبق بتاع التخمير وقعدت اقطع منها كده هتتعبني، فانا بقطع عشان اسهل على نفسي واوزن جنبي 50 جرام. في الوقت ده طبعا احنا مش هنشكلها التشكيل النهائي اللي هيخش الفرن، هنشكلها في الاول كده، وبعد كده هنسيبها حوالي 10 دقايق وارجع تاني هقول لكم هنعمل فيها ايه. علشان طبعا ما ينفعش ان انا اشكلها التشكيل النهائي اول ما تخمر على طول. ليه بقى؟ لو انا شكلتها التشكيل النهائي زي ما انتم شايفين كده بعد التخمير على طول مش هتعمل لب معايا، هتبقى مفضيه من جوه، هتبقى تقيله ممكن تفرش معايا. فلازم بشكلها على مرتين، في تشكيل مرتين. الكايزر بيتعمل كده يا جماعه. هسيبه اهو. بعد ما سيبته 10 دقايق يرتاح، لازم اسيبه 10 دقايق يتخمر نص تخميره بسيطه كده، وابدا افرده بقى الفرده النيه بتاع الخبيز. لازم بقى هقولك هنعمل ايه دلوقتي. ده انا قلتلك سر ان انا اعملها على مرتين مش من اول مره. طبعا لازم في الوقت ده لازم تغطي ببلاستيك، لان عشان الطبقه الخارجيه ما تعملش قشره منك. ببدا افتحها كده واتكه كده، ده اللي بيعمل لي لب في الكايزر معايا ويخلي الكايزر معاكي ما يفرش في الفرن، فهتلاقيه متناسق من جوه وتلاقيه فيه لب في العجينه من جوه. فهو ده السر ان انا هعملها على مرتين، يعني اسيبها مره اقطعها وبعدين اسيبها 10 دقايق وارجع افردها الفرده واعملها زي ما انتم شايفين كده.
يا رب ان انا اكون وفيت كل حاجه. ولو وصلت المقطع ده ما تنسينيش في اللايك، ولو ما اشتركتيش هسعد جدا باشتراكك. شايفين اهم حاجه تقفليها كويس قوي علشان ما تفتحش منك في الفرن واثناء التخمير. لو ما قفلتهاش كويس قوي هتفتح في الفرن وهتفتح برضو اثناء التخمير. بتك قوي بايدي زي ما انت شايفه. الجو برد دلوقتي بتحسي ان العجينه ايه، جامده شويه، لكن في الصيف هتلاقيها طريه شويه معاكي من غير مسح زيت ولا اي حاجه. اول ما بتطلع من الفرن بتبقى تحس ان هي الكايزر قافش في الصينيه كده. غطيه بس 5 دقايق بيفك منك زي ما انت شايفه كده. بعد ما خلصت تشكيل هسيبه يتخمر حوالي ساعه او ساعه ونص في مكان دافي. التخمير ده حسب التدفئه عندك. وبعد ما اتخمر خلاص هجيب بخة ميه كده، بخاخة ميه، وابخه كده علشان احط السمسم عليه، السمسم يلزق. وطبعا علشان يديني لمعه. وفي سر برضو للمعه هقولك عليها. يعني شفت الكايزر بيلمع قد ايه. في سر تاني انا عملته علشان يخلي الكايزر بيلمع. بحط شويه سمسم او حبه البركه. او مش عايزه تحطي حاجه خالص ما تحطيش، لازم تسيبي فرق بينهم كبير كده علشان في الفرن تاخد لون واحد من جميع الجهات. لو لزقتيهم في بعض هيلزقوا ومش هياخدوا اللون في الجناب. في الفرن ده شغال على درجه حراره 250 على درجه حراره عندك. وهتحطيه في الرف اللي في الوسط. هياخد 10 دقايق معاكي بس. كل دقيقتين كده لازم تلففي الصينيه علشان تاخدي لون موحد. شايفه الجمال. بعد ما طلعته، اول ما بطلعه على طول معايا قطعه زبده حطها في الشوكه. ودي اختياري، دي عاملاها بس علشان اللمعه، مش حابه تعمليها مفيش مشكله خالص. قطعه زبده كده وبمشيها على الكايزر. وبعد كده بجيب بخة ميه، ابخوها بختين ميه كده. واجيب فطين 2 واغطي الفينو وفوقيه بلاستيك، يعني فوق الفطين دول كيس بلاستيك كده، اقوم فرداه واسيبه 10 دقايق. اول ما بيطلع بيبقى ناشف كده. بعد ما بتغطيه وترفعي الغطا عنه بعدها ب10 دقايق بتلاقيه ما شاء الله طري طراوه غير عاديه. واللمعه دي طبعا قطع الزبده دي بتديكي لمعه ممكن نستغني عنها، واللمعه هتيجي من بخة الميه مفيش مشكله خالص. زي ما انت شايفه كده ببدا ابخها اهو. وهبدأ أغطيه بفوطين وفوقها بلاستيك، أسيبه 10 دقايق. ودي كانت النتيجة ما شاء الله. شايفين اللمعة قد ايه حلوة. اللمعة دي من قطعة الزبدة ومن بخة المية. وطبعا لازم تغطيه علشان يطرى، لأن بيبقى طالع من الفرن بيبقى تحس إنه ناشف كده. هيقعد في الفرن ما تقعدوش أكتر من 10 دقايق علشان ما ينشفش منك. شايفين لب العجينة من جوه متناسق ازاي. هو ده سر العجن الكويس اللي انا قلت لكم عليه. كل ما تعجني فيه هتديك قوام متناسق زي القطن بالظبط زي ما انت شايفاه كده. ما فيهاش فراغات، ما فيهاش فراغات كبيره، وفي تناسق بين القوام بتاعها. ده كله سر في ان انت تعجنيها كويس. لازم تعجنيها مش اقل من 10 دقايق. وتسيبي برضو دقيقتين كده سايبان. ده يا جماعه بيخلي العجينه تعمل عرق معاكي وترجع تفرد معاكي تاني. فهي اللي بيخلي العجين قطن زي ما انت شايفه كده. فتسيبيها دقيقتين ترتاح وترجعي تعجني كمان 5 دقايق. شايفين ما شاء الله. شايفين عامل زي القطن ازاي. بصراحه الصوره هي اللي بتتكلم. شايفين. واسيبكم في رعايه الله وامانه. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.